السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خوتي وخواتاتي، شكرا على دعمكم المتواصل للفيديوهات اللي كنشارك معكم. شكرا لكل واحد كيدير لايك وكيبارطاجي باش يوصل صوت الوعي وصوت المواطن المغربي الحر. خوتي المغاربة، اليوم غادي نشارك معكم رياكشن جديد، فيديو جديد، موضوع جديد قليل الناس اللي طرقوا ليه، وهو علاش المغاربه ما بقاوش باغيين يولدوا ويتزوجوا اصلا. شحال هادي زمان كنا كنعرفوا باللي الناس اللي عندهم الفلوس وميسورين الحال هما اللي ما كيولدوش الاولاد بزاف وكيكتفيو بوليد ولا زوج فقط، والعكس صحيح. الناس اللي كانوا فقراء والمستوى ديالهم الاجتماعي بسيط هما اللي كانوا كيولدوا الاولاد بزاف. كاين اللي كيولد 4 و5 و6، وكاين اللي كيوصل حتى ل10 الاولاد. اما الامور دابا تغيرات بزاف، حيت حتى هاد الفئه الفقيره المزلوطه كيف كنقولوا عاقت وما بقاتش باغا تولد الاولاد، وهذا الشيء لحقاش فهمات القالب وفهمات اللعبه كيفاش مخدومه. وهذا الشيء اللي غادي نشارك معكم اليوم في هذا الرياكشن مع هذا الاخ، الله يجازيه بخير. ايوا خوتي، بلا ما نطول عليكم نخليكم تشاهدوا الفيديو للنهايه. ما تنساوش تدعمونا بلايك وبارطاجيو الفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد بحول الله. السلام عليكم ازول. كاين واحد المشكل قريته مؤخرا وكان نيت في لي ريزو سوسيو، هو ان نسبه كبيره من المغاربه، الشباب المغاربه كيرفضوا الزواج، يعني تقريبا اكثر من 50% بالنسبه للذكور، وتقريبا وقيل الاناث وقيل وصل 40%. زائد ان نسبه النمو الديموغرافي يعني ضعيفه بزاف، ولكن غادي نعرفوا علاش، خصنا نشوفوا علاش. دابا المواطن المغربي كيتزوج، الدوله ما كتوفر ليه حتى شي خدمات، يعني كلشي خصو يخلصو. مادام كتحمل، النهار اللي كتحمل كتبدا تصرف على هذيك الوليد، خصك دير طبيب، دير هنا، دير راديو، دير كذا دير كذا، لي زاناليز الى اخره. الدري كيتزاد خصك تخلص عليه. هادي الا مشيتي للسبيطار ديال الدوله خصك تمشي للكلينيك خصك تخلص عليه. ديروا بارطاج لان اخوتي وديروا لايك الدوله ما للفيديو. كيوفرش واحد الشروط. الدري كيكبر خصك تقريه بالفلوس الا بغيتي تحترم الكرامه ديالو، يعني انت كتكلف بجميع المصاريف ديال هذاك الكائن من الاول حتى الاخر، بل انه فقط التسميه ديالو كيدخلوا لك فيها. لا باش غتسمي وباش ما تسميش، مع ان الدوله ما كتحملش المسؤوليات ديالها يعني في اتجاه هاد الاطفال هادو. الوليد كيكبر كتوفر لهم انت واحد الانسان مؤهل، قريتي كبرتي صرفتي عليه انت وهما صرفوا عليه حتى ريال، كيمشي يخدم لهم هما، كيخلص لهم عاوتاني لي زامبو، كيخلق لهم هما الثروه وكيخلص لهم لي زامبو. حنا اللي كنعرفوا في التعاقد بين الدوله والمواطنين في الدول الحديثه هو ان الدوله كتستثمر في المواطنين ديالها، كتستثمر فيهم. علاش؟ باش انهم باش يكبروا، باش يخلقوا لها الثروه ومن بعد يخلصوا لي زامبو. حنا لا، عندنا العكس، انت تولدوا وانت تصرف عليه دو ا زاد، يعني ما كيعقلوا عليه حتى شي حاجه، ديروا لايك اخوتي وهما وبارطاجيو يستافدوا الفيديو. منه ويخلص لهم لي زامبو ويخلق لهم الثروه. يعني المعادله عندنا في المغرب ماشي هي هذيك. وتاكدوا ان الشباب ديال دابا انهم ما غيتزوجوش وما غيولدوش، لان حتى القرار باش يولد كيقول لك علاش انا غادي نولد واحد وغنعذبو مستقبلا، علاش انا غادي نجيب وليدات باش هما يستافدوا منهم. بلا ما يجاوبني حتى واحد، كل رزقو، هذيك الهضره الله يرضي عليكم بين قوسين اللي غيكتبها ليا غيخلي عنده ياكلها، لاننا الرزق فيه الفقر، ونسبه الفقر عندنا كثيره، ونسبه المعاناه عندنا كثيره. ديروا لايك اخوتي وبارطاجيو اذا الفيديو. بما انك انت فقير ديرو فقير، او انك من الطبقه المتوسطه ما قدرتش توفر ليه هادشي كامل، كن متاكد انه غيكون فقير. زائد ان المرحله ديال ان الفقير يدير لاباس ولات صعيبه بزاف في ظرف بزاف ديال التغييرات والغلاء، وايضا بزاف ديال القوانين اللي ما كتخليكش دير لاباس الا ما كنتيش قاري ولا ما كنتيش والديك دي ملياردير. شكرا. تنمير في النور. ايوا خوتي المغاربه، اش بان لكم في هذا الكلام اللي قال هذا الاخ؟ واش فعلا المغاربه اليوم عاقوا فاقوا وما بقاوش باغيين يولدوا؟ وشنو هو السبب في نظركم؟ واش بسبب الفقر ولا بسبب الغلاء المعيشي اللي ولا في بلادنا من ارتفاع الاسعار؟ جميع المواد وحتى السكن اصبح من المستحيلات في هذه البلاد، ولا هو قرار شخصي وصافي؟ الى وصلتي لهنا وعجبك المحتوى اكتبوا لي ارائكم في التعليقات. ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد، وبارطاجيو الفيديو باش يوصل صوت الوعي وصوت المواطن المغربي الحر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.